انت بتشرب شاي غلط، دي اول معلومه ليك. شاي بيكسر كرات الدم. بس تخيل انك ممكن تكون بتشربه بالطريقه الغلط طول عمرك. هل الشاي ده ليه فوائد؟ طب هل في طريقه صح تعمل بيها الشاي؟ فانت كده بوظت كل حاجه. وانك لو شربته بالطريقه الصح اسحب وتضمن انك هتاخد من الشاي فوائد ممكن تكون السبب في تحسين صحتك. تخيل ان كل دي انواع شاي. طب الشاي بيجي منين؟ عشان كده النهارده احنا قررنا ناخد تجربه مختلفه شويه. سافرت لاعلى قمم مزارع الشاي في العالم ونكتشف ايه احسن نوع شاي ممكن يكون موجود في العالم. اجمد انواع الشاي بتيجي من هنا. كل ده شاي. ومش بس كده، من هنا بيطلع الشاي. اسئله كتيره واقاويل كتيره عن الشاي. هنعرف ازاي نفس كوبايه الشاي اللي ممكن تكون سبب في نقص الحديد من الجسم، فانت كده ما استفدتش بالكوبايه الشاي اللي انت بتشربها دي، هي اللي ممكن تكون سبب لحمايتك من امراض القلب لو اتعملت بالطريقه الصح. خبير الشاي كريم السيد. شاي. سريلانكا. احنا حاليا وصلنا سريلانكا، واللي هي تعتبر رابع اكبر دولة لانتاج الشاي في العالم. الشاي هنا مش مجرد مشروب، ده اقتصاد البلد عايشة عليه. سريلانكا زمان كانت اصلا مشهورة بزراعة البن، لحد ما جه واحد اسكتلندي اسمه جيمس تايلر. الراجل ده جاب معاه شتلة شاي من الصين وقرر ان هو يزرعها هنا. وفي الوقت ده حصل مرض لزراعه البن، فقرروا كلهم ان هم يبداوا يزرعوا شاي. وبس كده زي ما انتم شايفين كلها بقت مزارع شاي، وبقت سريلانكا واحد من اشهر الاماكن اللي فيها شاي بالاخر. هنا طول ما انت ماشي هتلاقي اماكن بتبيع شاي، هتلاقي كافيهات، هتلاقي طبعا مزارع. سريلانكا كلها عباره عن شاي. احنا هنا في واحد من اشهر المزارع اللي موجوده في سريلانكا عشان نشوف هم بيعملوا ايه، بيزرعوا ازاي. احنا كده يعتبر 2000 قدم فوق سطح البحر. حاجه من الحاجات المعروفه عن الشاي هو كل ما يبقى زراعه الشاي فوق جبال كل ما يبقى الشاي جودته احسن، وكل ما نطلع فوق كل ما الجوده تبقى احسن. شجره الشاي زي ما انتم شايفينها كده صغيره مش طويله، ولكن هي ممكن تقعد من 35 ل 40 سنه، ودي بقى لها 5 سنين. الشجر ده بقى له 5 سنين. هي ما بتطولش عن كده، ده اخرها في الطول. هما دلوقتي وقت القطف، بيقطفوا الصبح بدري الساعة 6 7، يقعدوا بقى ساعتين بيقطفوا. يقطفوا ايه؟ بيقطفوا ده الجزء ده من الزهرة اللي هم الثلاثة اللي فوق دول، لأن ده بيديك أجود حاجة في الشاي، الثلاثة دول. وبيتجدد كل 7 أيام، كل 7 أيام بتطلع زهرة جديدة. زي ما انتم شايفين كده كلهم ستات. بسألهم ليه ستات، قال لك يعني أغلبية القطف ده بيبقى ستات، ولكن الرجالة أكتر بتشتغل في المصنع اللي هي بقى الجزئية بعد دي. شغل كام سنة؟ الحين 5 سنة. 5 سنة. كانت شغالة في الخليج ورجعت تشتغل في الشاي. ليه شغالة في الشاي ليه؟ زين. زين؟ ايوه زين. حلوة؟ ايوه حلوة، هذا كله زين. احنا دلوقتي داخلين المعمل عشان نعمل تيستنج، نجرب فيه أطعمة الشاي، على أساس إن أنا يعني بفهم، بس هنشوف إيه الكلام ده كله، إيه الحاجات دي كلها. كل دي أنواع شاي. طبعا الشاي بقى دلوقتي فيه فليفرز كتير، يعني عندك مثلا هنا بالليمون، لافندر، أنواع كتيرة مختلفة وأطعمة كتيرة مختلفة. طب هو قال لي معلومة دلوقتي أنا ما كنتش أعرفها، قال لك إن عشان تاخد التجربة الحقيقية للشاي العادي بقى، سيبك من الألوان دي كلها، لازم تحط الفتلة في الشاي أقل حاجة 5 دقايق. بعد ال5 دقايق أنت كده تمام، هتاخد التجربة الكاملة الحقيقية للشاي. أقل من كده مش هتاخدها كاملة. So how we start to do the tasting is obviously we take the spoon and take it in your mouth, keep it inside your mouth. أنت الشاي لما بتجرب الشاي أنت أصلا ما بتجربوش، ما بتبلعوش، أنت بتتمضمض بيه وبعد كده بتتفه كده، أنت جربت الشاي. أو بمعنى أصح كل حتة جوه بقك حست بالفليفرز بتاعت الشاي اللي بالاعشاب ده. عندهم جهاز مخصوص مخصوص منت. Yeah, spot on. Mr. Karim. خبير الشاي كريم السيد. وطلعنا من سريلانكا على الهند عشان نشوف احسن انواع الشاي.
احنا دلوقتي في دارجيلينج في الهند، واحد من احسن انواع الشاي في العالم، اجمد انواع الشاي بتيجي من هنا. I am Yash Lohia. My family owns the tea business since 1916. India is the oldest and the largest producer of tea in the world. The home consumption of India is almost touching 1,000 million kilograms. And we produce 1,200 million kilograms of tea. By these figures, you can understand that we ourselves are a very big tea drinking nation. احنا دلوقتي على ارتفاع 5000 قدم من سطح البحر، كل ما بترتفع كل ما الشاي بيبقى احسن، فالمفروض ان هنا معروف ان ده من احسن الاماكن اللي بيجمعوا منها شاي وبيصنعوا فيها شاي. الشجر في سريلانكا اللي احنا شفناه كان عمره بيتراوح ما بين 30 سنه 40 سنه، هنا الشجر بيعدي ال 100 سنه. كل حته في العالم بتنتج شاي بطريقه مختلفه، وكل شجر سبحان الله بيطلع شاي طعمه مختلف. سيستم الشغل اللي هم شغالين بيه هنا ان كل واحده منهم المفروض تجمع في اليوم 20 كيلو. بيشتغلوا 8 ساعات متوزعين، 4 الصبح وبعد كده بياخدوا بريك وبعد كده 4 على الظهر كده زي دلوقتي. كل واحده فيهم بتجمع 20 كيلو في اليوم. ده بعد ما جابوا الورق خلاص ولموه، بيبداوا بقى هنا كل واحد يوزن هو جاب قد ايه. كل واحد فيهم ليه وزن معين هو عارف ان هو لازم يجيبه يوميا، عشان هو يعني بيقبضوا على هذا الاساس. وهنا بقى هو قاعد بيكتب كل واحد وزن قد ايه. بصراحه مش قادر افهم، كاتب 8 على 9 و9 على 6، بس يعني هو بيقيد كل واحد باسمه وجايب ميزان قد ايه. حتى كنت بساله بقول له طب هم شايلين كده في المزرعه، مفيش ميزان هناك طبعا، هل هو عارف قد ايه هو شايل معاه؟ بيقول لك مع الوقت والخبره بيبقى عارف، بيحس بقى هو عارف ان هو مثلا الشويه اللي هو شايلهم دول مثلا 10 كيلو 5 كيلو وهكذا. حاجه مهمه قوي ان البروسيس بتاعت الشاي مختلفه في الاوقات بتاعتها. يعني اول حاجه القطف ايا كان بقى بياخد ساعتين 3 4، بعد كده بيروح يتنشف. التنشيف ده اكتر حاجه بتاخد وقت، من 12 ل 16 ساعه يقعد ينشف. فكده الورق ده نشف، جاهزين بقى ان هم يجمعوه ويدخلوه المرحله اللي بعد كده. اول ما بينشف العمليات بقى كلها اللي بتحصل دي في ساعه ونص عشان يتحول لشاي. فخلينا بقى نشوف اللي هم الساعه ونص دول بيحصل فيهم ايه. Contains very less caffeine, almost negligible. We have got research papers stating that it not only has got good flavor and it's good for your olfactory organs, it is good for the respiratory system, it is good for cleansing the stomach, it is good for to get a good glow in your skin, and it is good for a good night's sleep. دي المرحلة تعتبر الثالثة، ان هو خلاص بقى بعد ما طلع زي ما انتوا شفتوه كده وتنشف خلاص، بيبدأ يسخنوه تاني، يحطوه تحت حرارة لمدة 20 دقيقة. فبيطلع كده، ده بقى كده ملمسه زي الشاي الناشف. عارفين انتوا الشاي الناشف اللي هو بيبقى طويل ده كده شاي ناشف. المكنه دي بتقسم ما بين انواع الشاي، بتطلع جزئين، الجزء الهاي كواليتي والجزء اللي اقل منه شويه. وبصوا العمليه معقده، يعني الجهاز ده معقد قوي، يعني بصوا فيه كذا فتحه وكذا حاجه بحيث ان هو بيختار بعنايه كل حاجه. الغرفة دي هي غرفة مهمة جدا جدا في صناعة الشاي، لأن دي غرفة الرطوبة، دي آخر مرحلة في الشاي بيقعد هنا في الغرفة دي. الغرفة دي ما فيهاش رطوبة خالص، أنت أصلا أول ما تخش الغرفة دي تحس إن هي في إحساس غريب كده، يعني الهواء هنا مختلف. ليه؟ لأن هي غرفة ما فيهاش رطوبة تماما، عشان الرطوبة بتأثر تأثير كبير جدا جدا على الشاي، ممكن تبوظ الشاي وممكن تقلل من الكواليتي وممكن تقلل من الإفادة اللي أنت ممكن تاخدها من الشاي. فدايما الاهتمام بالغرفة دي مهم جدا جدا. الماشين دي مهمة برضو جدا لأن هي بتحافظ على الكواليتي بتاع الشاي. في 3 أو 4 مغناطيس موجودين هنا عشان يشدوا اي حاجه حديد، اي حاجه معدن تلزق في الحديد ده. زي ما انتم شايفين كده، بصوا هنا الرواسب دي كلها مش كويسه، فهنا المكنه مسكتها، ونفس الكلام هنا تحت وهنا تحت، فبتعدي على 4 مراحل او 5 مراحل تطلع اي شوائب او اي حاجه مش كويسه في الشاي. بعد ما خلاص الشاي طلع، دلوقتي هو بيعمل حاجه مهمه جدا، ان هو بيعمل تيستنج لنفسه. يعني مش بس تيستنج في المصانع او الاماكن اللي بتبيع، لا هو كمان هنا هو بيعمل تيستنج قبل ما يطلع الحاجه بتاعته. فهو دلوقتي الراجل ده مثلا بقاله فوق ال 25 سنه بيقول لي ان انا اتربيت وسط مزارع الشاي. My father used to take me to the office and teach me tea tasting with the professionals which we have
in the system. And that is how I got excited and came into the business. فهو طالع شامم ريحه الشاي، عايش وسط الشاي، لامس الشاي. لما انا دلوقتي بقول له انت بتعرف ازاي تفرق ما بين ان الشاي ده كويس او وحش، بيقول لي انا دي حاجه انا حاسسها وعارفها. اتولد وسط الشاي. غالبا الوظيفه دي مش اي حد يعملها، بتاخد سنين عشان تكتسب الحاجات دي. How you do it? You take it like this. انا اسحب فله. If the tea is not good, what do you do? We will send the comment, so it will not be put in a specific customer's blend or profile. حتى لو الشاي طالع مش الكواليتي اللي هو عايزه، ما زال بيتباع، ولكن بيتباع لناس تانية. فهنا ده بقى بيفرق ما بين الناس اللي بتشتري، انت بتشتري حاجه كواليتي عالي ولا كواليتي قليل. ده موجود وده موجود، وكله ممكن يطلع من هنا برضو من نفس المصنع. ممكن يبقى عنده النهارده حاجات معينه حصلت فطلعت الكواليتي مش اقوى حاجه، ففي ناس معينه بتشتريه، تبقى حابه ان هي تشتري الشاي ده. طبعا انا مش فاهم اي حاجه، انا بجرب الشاي. انا بالنسبه لي طبعا ما اعرفش، لازم فعلا حد اكسبرت، حد فاهم شاي عشان يعرف يفرق بين ايه الحاجه الكويسه والحاجه الوحشه، ده ناقصه ايه، ده مش ناقصه ايه. حاجه من الحاجات المهمه اللي هو كان بيشرحها لي دلوقتي، اهميه الشاي والطعم الحقيقي للشاي. انت ممكن تخسرهم بطريقه العمل. لو انت بتغلي الشاي جوه البراد فانت كده بوظت كل حاجه. انت اولا هتاخد طعم مش طعم صحيح للشاي، ثانيا انت طلعت كل الفوائد اللي موجوده في الشاي طلعت بره البراد، فانت كده ما استفدتش بالكوبايه الشاي اللي انت بتشربها دي. ايه الطريقه الصحيحه؟ ان انت تغلي الميه الاول وبعد كده تحط الشاي وتشرب. وما ينفعش نكون في الهند وما نتكلمش على اشهر مشروب في الهند، وهو شاي الكرك اللي بقى جزء من الحياه اليوميه في الخليج. ومؤخرا دخل مصر سنه 2021 كرك بوي. السنه اللي فاتت باعوا 1,000,000 كوبايه كرك في مصر، واللي اسسوا البراند ده 2 بكر وكرايم. انتوا بقى ايه يعني ايه اللي جابكم الهند؟ اللي جابنا الهند، بص احنا مش بنيجي الهند بس، احنا بنيجي الهند، بنروح دبي، قطر، بنلف على اماكن كتير. احنا بنحاول نقدم حاجه مختلفه قوي في السوق المصري. زي ما احنا بنقدم الكرك كده بنحاول نحدث فيه ونطور فيه. فاصل الكرك فين؟ الهند، دبي، الاماكن دي. فعشان نقدر نوصل بالمنتج بتاعنا لحاجه هاي كواليتي وهاي هايجين، الحاجات دي كلها لازم نيجي ونشوف ايه الجديد في السوق وايه اللي بيحصل وايه الكلام والناس دي بتعمل ايه، الفليفر اللي نازله جديده. ايه علاقه الهند اللي هي اصل الكرك بالخليج ومصر؟ انت عارف الهنود لما سافروا للخليج زمان خدوا حاجة واحدة بس من بلدهم للخليج، وهي دي اللي كانت بتعبر دايما عن الثقافة بتاعتهم. خدوا شاي الكرك. You can talk business over tea, you can have job discussion over tea. Tea is an emotion in India. You don't need a reason to have tea. In Indians, we can have tea like 10 times a day. So it's like a stress buster for them. They need tea. ولما عملوا شاي الكرك في الخليج كله بقى يستخدم شاي الكرك ده رمز عن الضيافة والكرم والونس بشكل عام. بقوا دايما يستخدموه في القعدات وكده. ولما جبنا الكرك مصر بقى رمز للقعدات بتاعة الصبح بتاع الفطار والسهرات بتاع الليالي بتاع الصيف وليالي الشتاء. بقى طول الوقت الناس بيشربوه وكأنهم مولودين وهم بيشربوا الحاجة دي. زي ما انتم شايفين الشاي او الكرك هنا في الهند ثقافه. يعني الناس قاعده زي ما انتم شايفين كده، قاعدين بره المكان قاعدين بيشربوا. هي دي القعده بتاعتهم، هي دي الخروجه يعني شاي. تعالوا كده نخش نشوف. خد بقى بكر اشرب بقى الكرك بتاعهم وقول لنا رايك فيه. ده من احسن الاماكن في الهند اللي بيعمل شاي عشان بيهتم قوي بالكواليتي بتاعت الشاي بتاعه، ومش بيستخسر في الزعفران بصراحه. واحسن حاجه بقى فيه ان ما فيهوش سكر زياده زي بقيه المحلات. بيرموا سكر وخلاص عشان يضيعوا الطعم، بيداروا على النكهه بالسكر. الفكره بقى ان الشاي منتشر عندهم لدرجه ان هو من اول واحد واقف في الشارع بيبيع شاي لغايه كافيه زي ده مثلا فخم بيعمل شاي بس. يعني هو المكان راقي وكل حاجه وجامد، ولكن هو يعني منزلوك في الكوبايه اصليه بنت بلد. بصوا، ولكن في الاول والاخر ده شاي. لازم من الرغوه دي برضه.
ازاي بقى بتضمنوا ان جوده الشاي اللي انتوا بتقدموها دي يعني جوده كويسه؟ لان انا شفت هنا انواع كتير، اماكن كتيره بتعمل شاي. بص الجوده ديت ليها معاني كتير قوي. احنا المعنى اللي بنهتم بيه ان احنا نحافظ على مذاق ثابت او جوده ثابته. المزرعه اللي بنجيب منها الشاي بيبقى لينا معاهم اتفاق على نوعيه معينه على شكل ورقه معين. بعد ما بنخرج من المزرعه بتروح لحته التصنيع والجزء بقى اللي بيتعمل فيه التخمير للشاي والحاجات دي كلها، فبنتفق معاهم برضو شكلها عامل ازاي، ايه اللي بيعملوه، شكل الباكنج بتاعها ازاي عقبال ما يوصل لنا في مصر. كمان بيبقى عندنا عينات سابقه موجوده عندنا في الشركه بنبص عليها ونقارنها باللي جايه لنا، هل هي نفس الشكل نفس الريحه نفس اللون نفس الطعم. ده اكتر من طريقه نعملها عشان نقدر نحافظ على الجوده بتاعتنا انها تكون ثابته طول الوقت. كل الحاجات دي بنشوفها قبل ما نبدا نوزع او نسبلاي الحاجات دي للبرانشز بتاعتنا اللي موجوده في مصر. احنا بنجيب شاي أسام في أعلى جبل تقريبا موجود في الهند، لأنه بيدي نكهة وقوة مش هتلاقيها في أي حتة تانية في العالم خالص يعني. ولذلك احنا الشعب المصري أو الكلاينت والكاستمرز بتوعنا بشكل خاص بيحبوا دايما الفليفرز القوية اللي هم متعودين عليها في الخليج. وحتى المصريين اللي جربوه أول مرة برضو حابين نفس الفليفرز والنكهات دي. فلذلك احنا ما بنقدرش نشتري شاي من اي حتة غير من أسام. هي دي اللي بتدينا نفس النكهة ونفس القوة اللي احنا عايزينها بالظبط. من سريلانكا للهند، ومن ورقة الشاي الصغيرة لحد الكوباية اللي في ايدك، اكتشفنا ان الشاي مش بس مشروب، الشاي فكرة، الشاي تاريخ، والشاي قصة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وقولوا لنا في الكومنتس كنتوا بتعملوا الشاي صح ولا غلط. شاي، الشاي بيجي منين والورقة رايحة فين؟ لا 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 لا